أهلاً، أنا نور، والنهاردة عايزة أحكي لكم قصة سارة. قبل ما نبدأ القصة ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك عشان ما تفوتكمش أي قصة. حكاية بنت اسمها سارة. من 31 سنة وفي يوم من أيام الصيف الحر اتولدت في أسرة متوسطة. أبويا كان مدرس وأمي ربة بيت. عمري ما دقت طعم الرفاهية في بيتنا. أمي كانت دايما قلقانة من إن مرتب أبويا يخلص، وكانت بتقتصد جدا. أبويا آخر الشهر كان يدي المرتب كله لأمي، وهي تحاول تمشيه لحد آخر الشهر. كان عندي أخين أكبر مني وأخت أصغر مني، والأربعة كنا حلوين فعلا ومتناسقين. كبرنا وإخواتي الولاد كانوا بيشتغلوا جنب دراستهم عشان نعرف نكمل عيشتنا. أخويا الكبير لما خد الدبلوم ما كملش وفضل يشتغل، أما التاني كمل دراسته ودخل واحدة من كليات العلوم الطبية وكان بيشتغل جنبها. أنا وأختي كنا دايما من الأوائل وبنات هادية وملتزمة بالدراسة. صحابي كانوا يعملوا حاجات في السر ويضحكوا على أهلهم ويقولوا دروس تقوية ويروحوا يلفوا مع صحابهم الولاد، إنما أنا كنت بذاكر وبس، ما كانش معايا فلوس لدروس ولا حتى أروح المكتبة. أمي كانت تقول هو البيت ماله، محدش بيجي عندنا، اقعدي ذاكري في البيت. عدت الأيام ودخلت الامتحانات ودخلت جامعة من جامعات بلدنا. هناك كمان كنت مركزة في نفسي، كنت فاكرة إني في الجامعة هحب واتجوز، بس لما دخلت اكتشفت إن الطالب ما عندوش حاجة أعلق قلبي بيها، واحد زيي وعايز سنين عشان يخلص ويقف على رجله. ما كنتش عايزة أبقى زي أمي طول العمر مستنية شوية فلوس ودايما حسبتها ضيقة. في الجامعة تفكيري اتغير وقلت لازم أتجوز راجل غني مش طالب مفلس. كنت بسمع البنات يقولوا سارة فلان واقع في دباديبها، أو فلان باين عليه معجب. كانوا بيقربوا مني بس ما كنتش شايفاهم في مستوى إني حتى أتكلم معاهم. مش عارفة الثقة دي جات لي منين، يمكن كنت متدلعة بشكلي وبس، وإلا أنا ما كانش معايا فلوس ولا عربية ولا أي حاجة، طالبة فقيرة وخلاص. وفي أول الترم الثالث بنت خالة واحدة من صحابي كانت بتيجي تزورها في الكلية ونسلم على بعض. بعد فترة قعدنا مع بعض واتبادلنا الأرقام عشان بقينا أصحاب. كنت في ضغط امتحانات وفي يوم ساقعة وفي تلج جالي مسج من رقم غريب. ساعتها واتساب والسوشيال ما كانوش منتشرين. كان كاتب أنا أحمد أخو مريم بنت خالة صاحبتك. يوم ما جيت أخد أختي شفتك وعجبتيني وحبيت أخد رقمك. أول مرة ولدي كلمني زعلت شوية إن مريم ادت له رقمي، بس في نفس الوقت حسيت بإحساس حلو لأني كنت عارفة إنهم ناس أغنياء قوي ومن عيلة كبيرة. بس قلت يمكن يكون شكله وحش، أنا للأسف كنت مثالية وعايزة كل حاجة مع بعض. مريم كانت لسه بتيجي الكلية ولا كأن في حاجة. أحمد فضل يكلمني شوية وأنا واحدة واحدة ارتحت ورديت، واتفقنا على أول مقابلة. قال هيعديني من قدام الكلية ونقعد في كافيه نتكلم. لما جي ما صدقتش، عربية موديل السنة وشاب وسيم جدا وجذاب. كنت متلخبطة قوي، بس هو باين عليه مش أول مرة. هو قال من الأول أنا عارف البنات كويس وعملت كل حاجة، وعشان كده انتي دخلتي قلبي لأني عارف إنك بنت كويسة ومن أول مرة شفتك حبيتك. أحمد كان صريح وجريء ومغرور وكان بسهولة يكسر أي حد، بس معايا كان حنين ورومانسي. كنت عارفة لبنات كتير كانوا مرتبطين بيه، بس هو قال كله كان تسلية وأنا عايز الجواز. ساعتها أنا كان عندي 13 سنة وهو 27. شغله ودخله عالي وعايشين في أحسن مكان في المدينة. العلاقة بينا قربت قوي، هو كان اجتماعي وعرفني على صحابي وأهله وكذا مرة خدني بيتهم. كنت حاسة إن أهله وحتى مريم مش طايقيني ومش شايفيني مناسبة ليهم، بس أحمد بكل غروره كان متمسك بيا وده كان مفرحني قوي وحاسة إني طايرة في السما. كنت بعيش أحلى أيام حياتي. كنت بلبس أحسن لبس ويتفسحوا بيا في أحسن أماكن، وكان يديني فلوس كتير. واحدة واحدة بعدت عن الدراسة والجامعة. في ترم 4 كنت طالبة متفوقة وتحولت المشروطة، ما بقاش عندي أي رغبة أكمل. وأحمد كأنه كان مستني ده، قال لي سيبي الجامعة وأنا أوفر لك كل اللي نفسك فيه. وأنا من غير تفكير سبت الدراسة وكرست كل حياتي ليه. كنا الاتنين بنحب بعض. بعد سنة من علاقتنا قال إنه بيحاول يقنع أهله ييجوا يتقدموا لي،
من جوايا فرحت وخفت في نفس الوقت، لأني ما كنتش عايزة يشوفوا بيتنا وحالتنا، إحنا فين وهم فين. كنت كل يوم أبقى أضيق ومخنوقة أكتر، وأحمد كان حاسس. في يوم قال لي أنا عارف أنتي زعلانة من إيه. أنا اتكسرت واتكسفت. ضحك وقال لي هو أنا هتجوز حيطان البيت؟ أنا عايزك أنتي، وأهلي مش زي ما متخيلاهم. واقترح حتى يدينا فلوس نغير عفش البيت، بس لأني عارفة أبويا راجل محترم وعايش طول عمره بكرامة، خفت أوجعه فرفضت وقلت له المهم إنك أنت عايزني زي ما أنا. أحمد قدر يقنع أبوه وأمه ييجوا يتقدموا، بس بشرط المهر ما يبقاش كبير، لأنهم ما كانوش شايفيني عروسة دائمة، وافتكروا إن بعد شوية ابنه يملم يسيبني. أحمد قال لي يوافقي على كل حاجة وأنا أعوضك. وجات ليلة الخطوبة. من قبلها بيوم أنا وماما وأختي نظفنا البيت كله وجهزنا كل حاجة، ولبست لبس مناسب واستنينا. أحمد جه مع أهله وجاب لي بوكيه ورد كبير. قعدوا واتكلموا. ماما كانت طايرة من الفرحة، بابا كان ساكت ومش مبين حاجة. أمه قالت إن العيال متفقين ومفيش كلام تاني، وده كان أول رمية كلام منها. اتفقنا نديهم الرد آخر الأسبوع. مشيوا، وبعد يومين ماما كلمتهم ووافقت. في ليلة كتب الكتاب اتحدد المهر، واتفقنا يكون بعد شهر بإصرار أحمد وتردد أهله. من تاني يوم بدأنا تحاليل وتجهيزات، وكل المصاريف أحمد شالها لوحده. عدى الشهر ويوم الفرح جه. عملنا كتب الكتاب والفرح مع بعض في قاعة من أحسن قاعات المدينة، وبعد ما الناس مشيت ركبنا العربية وروحنا بيتنا. أحمد دخل استحمى وأنا استنيته، ونمنا جنب بعض بهدوء. بعد يومين كان المفروض نعمل صباحية. كنت حجزت ميك اب وشعر، وفجأة أحمد قال لي مش نروح سفر؟ أنا حاجز تذاكر. مهما أهله قالوا ما اسمحش، وسافرنا. أحلى وأجمل أيام عشتها في الرحلة دي. أحمد كان بيعشقني، بس من الأول كان في حاجة مضايقاني، تعامله السهل مع الكل حتى الستات. سكرتيرته مثلا كانت تكلمه وهو يهزر هزار يضايقني وأنا أسكت. أحمد كان عاشق للسهر والصحاب والفسح، وأنا في الأول كنت متوترة لأن صحابه كلهم مستوى عالي وستاتهم شبههم، وأنا وسطهم كنت غريبة، معرفش أتكلم زيهم ولا ألبس زيهم، وهو ما كانش يسمح لي أتصرف زيهم. هو يلبس اللي عايزه ويهزر مع اللي عايزه، إنما أنا لو ضحكت بصوت عالي كان يزعل. قطعت علاقتي بقرايبي لأن أحمد ما كانش يحب أخرج. المكان الوحيد اللي أروحه بيت أمي، وبرضه هو يوديني ويجيبني، وهو عايش حياته وسفر وسهر مع صحابه. اتعودت وقلت طالما بيحبني خلاص. كنت بصرف وأعزم صحابي بس ما اطلعش لوحدي. عدت سنة وحملت، تعبانة طول الحمل وبرجع. حملي كان صعب. البيبي بنت جاب لها هدوم وكل حاجة وجهز أوضتها وكان فرحان قوي. في الشهر الأخير كنت تقيلة قوي، والدكتور حدد لي ميعاد قيصري. فاض 4 أيام، وفي ليلة وأنا بجهز السفرة حسيت نفسي بليت. كنت بضم رجلي على بعض وبرتعش وبكثف. أحمد قرب مني ومسك إيدي وقال في إيه؟ قلت له ما خدتش بالي وبللت نفسي. قال إزاي يعني؟ قلت مش عارفة وعيطت. قال ما تعيطيش فداكي، وساعدني أغير هدومي ولم السجادة ورماها، وقعدنا نتعشى بس ما كنتش على بعضي، وكان عندي وجع بطن. مزيار قال لونك شاحب، وكلم أمه وقال لها سارة بطنها بتوجعها، أعمل إيه؟ قالت له وديها المستشفى، يمكن كيس المية فرقع والبيبي يتأذى. ساعتها فهمنا إن كيس المية فرقع وجرينا على المستشفى. هناك أحمد كان بيزعق في الممرضات وأنا مكسوفة. الغريب إنهم ما كانوش بيردوا واتلخبطوا. كلموا الدكتور وجه وجهزوني، وبعد ساعة بنتي كانت في حضني. بعد الولادة كل تفكيري كان في بنتي، قلقانة عليها طول الوقت، لا يحصل لها حاجة ولا تختنق ولا يحصل أي حاجة. أحمد اتضايق وقال انتي اتجننتي، واللي حواليا قالوا لي خلفي تاني عشان الحساسية تقل. لما بنتي كملت 3 سنين وابتدت تكبر حسيت اني اخدت نفس وابتديت افوق واشوف اللي حواليا. شكيت في أحمد، كان لسه بيحبني وبيحب بيتنا، بس اغلب وقته بره وفي البيت ماسك الموبايل. في ليلة استنيته ينام وفتحت موبايله. عمري ما كنت بفتش، وده اللي مخليه دايما مرمي. لقيت شتات كتير مع بنات وحاجات متبادلة. ما نمتش لحد الصبح. وريته الموبايل اتخض وقال ايه ده؟ وليه مسكتي موبايلي؟ قلت لنفس السبب اللي انت بتمسك موبايلي بيه. قال ما تكبريش الموضوع، كله كلام فاضي. قلت يعني الكلام الفاضي ده مسموح ليا؟
أنا كنت واثقة فيك. قال أنت بتغلطي. خطف الموبايل وكسره على الأرض ولبس ومشي. بعد ما مشي قعدت أعيط ومش عارفة أعمل إيه، أسيب ولا أفضل. مش قادرة أستحمل وأفضل جنبه. حياتي بقت جحيم وبقيت تايهة. فضل يحاول يقنعني إن مفيش حاجة، بس دماغي مقتنعتش، وفي الآخر قررت أسامحه وأديه فرصة. رجعنا نعيش، بس خروجه الكتير كان مريب. الموبايل يرن فجأة ويلاقي حاجة ويمشي. قررت أعرف الحقيقة ومش عارفة أستعين بمين، ومعايا طفلة إزاي أراقبه. فكرت أستعين بابن عمه جواد، صاحبه القريب وشريكه في الشغل. جواد متجوز وعنده ولد قد بنتي. مراته زهرة أكبر مني ب5 سنين، وكنا قريبين قوي وعشنا أيام حلوة. كانت تيجي تاخدني رغم تذمر أحمد ونخرج وننبسط، وتقول بهزار ما تبقيش مطيعة زيادة. بيحبك بس ممكن يزوغ منك، الرجالة ما يتوثقش فيهم. وأنا أضحك وأفتكرها بتهزر، وهي تقول بهزر، اوعي تقولي لأحمد يسلخني. وكانت في السفر تهزر مع أحمد وتقلش، وهو يعدي ويقول عايزة أسيب تقنيل سارة يا زهرة، بطلي. سارة تصدق. وفي كل الأيام دي كنت حاسة بنظرات جواد التقيلة عليا، بس عشان كان محترم كنت بقول نظرات عادية وما كنتش بديله بال ولا اهتمام. عكس أحمد، جواد كان شخص محترم وشيك جدا، مع إنه وضعه زي أحمد وما كانش ناقصه حاجة. دايما تصرفاته في حدود الأدب، وكنت دايما أحسد زهرة. بعد ما شكي في أحمد زاد قررت أستعين بجواد لأنه كان قريب مننا قوي. كلمته في يوم أطمن عليه وعلى زهرة وابنه، بس معرفتش أفتح الموضوع وقفلت. في ليلة كنا معزومين عند أصحاب مشتركين بمناسبة عيد ميلاد ابنهم. أحمد كعادته خرج بعد مكالمة وقال هرجع، وفي فرصة لقيت جواد لوحده. قلت له محتاجة مساعدتك في موضوع. قال تحت أمرك. قلت له هقولك في وقتها. بعد الليلة دي فضلت مستنية فرصة أكلمه وأطلب منه يعرفني عن أحمد، بس خوفي إن أحمد يعرف كان مخليني مترددة. جواد كان يحس إني مستنية أتكلم بس أنا أسكت، لحد يوم شفت رسائل مريبة تاني في موبايل أحمد وخناقتنا كبرت، وقررت أخلص من الشك. آخر الليل كنت مخنوقة ومكسورة وقلبي وجعني، وأنا بتقلب في الموبايل شفت جواد منزل ستوري فيديو رومانسي. رديت عليه وقلت فاضي شوية نتكلم؟ قال قولي. قلت اتخانقت مع أحمد وهو مشكوك فيه دايما برا، وإنتوا في نفس الشركة، أكيد عارف عنه حاجة، لو تعرف قولي. قال أقول إيه يا سارة، إنتي مراته أدرى بيه. قلت أنا مش معاه دايما. قال ما تتعبيش نفسك وركزي في حياتك، وكام كلمة نصيحة. من هنا ابتدت علاقتي بجواد، من غير كلام خاص بس شكاوي. وبرغم إن أحمد وزهرة ما كانوش يعرفوا، أنا ما كنتش مرتاحة. هو في المناسبات يبعت تهنئة، وفي العزومات يبقى ملاحظني بهدوء، وأنا ارتحت شوية لنظراته واهتمامه، وبطلت أراقب أحمد. مش قوي فارق معايا، بس ما كنتش عايزة بيتي يتهد. قبل العيد بكام يوم سافرنا أنا وأحمد وجواد وصاحبهم، وهناك لأول مرة جواد عبر عن إعجابه بيا. نزلنا جنب كافيه مطل على غابة مليانة ضباب، وأنا بحب التصوير في الأجواء دي. قدمت شوية وبصور، سمعت خطوات ورايا، لفيت لقيت جواد شايل شاي. ابتسم ومد الإزازة وقال اتفضلي. قلت لأ اشربه أنت. قال اشربي ده طعمه مختلف. ضحكت وقلت طعم إيه؟ قال طعم الحب. حسيت كهربا سارت في جسمي، قلت أحسن ندخل بريت. ابتسم وقال بس وشك مولع. كنت بتجنب أبص في عينه، حاسة إني هقع، رجلي مش شايلاني. أحمد كان قدامي ولسه بحبه، كنت داخلة طريق خطر ولازم أوقف. جواد حس وقال يلا ندخل. سابني وأنا واقفة مش قادرة أتحرك. مش عارفة عدى قد إيه لحد ما صوت بنتي ندهتني وبعدها أحمد. فقت، مسك إيدها وجم ناحيتي. قلت تعبانة ودخت من الارتفاع. قال انتي ما كنتيش بتخافي، تعالي اشربي شاي. قلت لأ هستناكوا في العربية. مسك إيدي ووداني للكافيه. دخلنا وأحمد عمل لي شاي بنبات، وأول رشفة عيني جت في عين جواد وصوته رن في دماغي طعم الحب. كنت عايز الكابوس يخلص، ووعدت نفسي أقطع أي تواصل مع جواد. موبايل أحمد رن وطلع برا، وتحت نظرات جواد كنت بسيح، وزهرة مش واخدة بالها ومشغولة بالعيال. قمت أهرب، طلعت لقيت أحمد مدي ظهره وبيتكلم. قربت واحدة واحدة لحد ما سمعت صوته بوضوح. قلتلك لحد ما أرجع ما تكلمينيش، أنا اللي هكلمك. ليه مش فاهمة؟ طيب تقولي أعمل إيه؟ دول مراتي وولادي، ما ينفعش أسيبهم كده وارميهم على الله. انتي كنتي عارفة ظروفي ووافقتي. ما تعيطيش يا حبيبتي يا قمري، غمضي عينك وهتشوفي أيام دي تعدي بسرعة وارجعلك. وداني كانت بتسخن أكتر وأكتر لحد ما بقيت مش سامعة حاجة. رجعت لورا ورحت قعدت في العربية. عدى شوية وقت، أحمد جه شافني قاعدة في العربية.
قرب وقال مالك. قلت له أحسن نتحرك، أنا مش كويسة. قال ماشي، بس أنادي الباقيين. ما كنتش عايزة أبين له حاجة، وما كنتش عايزة خناقة ولا نتخانق قدام الناس. أنا اللي طول عمري بفخر بحب أحمد، وكنت عارفة إن في ناس كتير من جواهم هيفرحوا لو عارفوا الموضوع ده. مثلت إني تعبانة لحد ما وصلنا البيت ووقعت على السرير. أحمد كان فاكرني مريضة وكان بيلف حواليا زي الفراشة. لو قبل اللي حصل ده قلبي كان هيرقص من كتر الاهتمام والحب، بس دلوقتي وأنا عارفة إن كل ده من خوفه إنه يتفضح، قلبي كان بيعيط من جواه. المهم الوقت عدى وبقى ليل. أحمد كان منهك ونام على سريره. بنتي وولد جواد وبنت الشخص التاني اللي كانوا معانا في السفر كانوا بيلعبوا، وأنا كنت ببصلهم وأنا تايهة ومش فاهمة حاجة. الباقي كل واحد في أوضته بيستريح. جواد جه قعد جنبي على الكنبة وسألني مالك، شكلك مخنوقة قوي. قلت له لازم أتكلم معاك. قال نطلع الجنينة. طلعنا الجنينة. قلت له كل اللي تعرفه عن أحمد قوله. قال أقول إيه بس؟ بعصبية قلت له اللي لازم يتقال وإنت مش راضي تقوله. وبعدين حكيت له حكاية تليفون أحمد. جواد ما قالش ولا كلمة. دموعي السخنة نزلت على خدودي. جواد كان متأثر قوي وقال ما تعيطيش ما تعيطيش بالله عليكي، وكان يهز راسه بحزن. قال هقولك بس اهدي وروحي نامي دلوقتي، لو حد طلع دلوقتي الموضوع هيبقى وحش، لما نرجع بلدنا هحكي لك كل حاجة، بس هنا لأ. مسكت إيده وبتوسل قلت له قول دلوقتي أرجوك. قال لا يا سارة ما تلحيش، اسمعي كلامي وروحي نامي، دلوقتي حد ممكن يطلع. هو كمان كان متوتر. ما قصرتش أكتر. السفرية دي كانت من أسوأ السفرات اللي سافرتها مع أحمد. خلصت ورجعنا بلدنا. كل يوم كنت مستنية فرصة أقدر أقابل فيها جواد وأسمع كلامه وأعرف أحمد كان بيعمل إيه، بس كأن أحمد كان خايف من حالتي وما كانش بيسيبني لوحدي كتير، وكل ما يخرج يتصل بيا كذا مرة. وفي يوم كنا بالليل عند أمي ضيوف، طلبت من أحمد الصبح يوصلني لبيت أمي عشان أساعدها وهو يجي بالليل، ووافق. سابني أنا وبنتي هناك ومشي. استغليت الفرصة، أكلت بنتي الغدا ونيمتها، وكلمت جواد وقلت له لازم كيجي تشوفني دلوقتي بأي طريقة. اتفقنا يقابلني على بعض شارعين من بيت أمي. جه وركبت معاه. قال نروح فين؟ قلت له مكان هادي ومحدش يعرفنا. اتحرك ووقف قدام عمارة سكنية. دخلنا شقة من اللي عنده كانت فاضية. قال الشقة دي ما أكرتهاش، لما زهرة بتبقى خانقاني قوي باجي هنا. قلت له انتوا عندكم مشاكل؟ ضحك وقال كتير قوي. قعدت على الكنبة وهو راح يعمل قهوة. قلت له مش عايزة حاجة، تعال احكي لي. قال استنى شوية. وبعد كام دقيقة رجع بفنجانين قهوة. قلت له عايزة أعرف أحمد عمل إيه وكان بيكلم مين اللي ولع حياتي وهد راحتي. قال مستعدة تسمعي؟ قلت ابتسم بسخرية وقال حبيبته، وبمعنى أصح أحسن من مراته. في اللحظة دي حسيت إن الأرض اتسحبت من تحت رجلي. طول الفترة اللي كنت شاكة في أحمد كنت زي واحدة بتطلع جبل عالي بالعافية، ولما وصلت القمة جواد بكلمته دي زقتني من فوق لتحت. ما كنتش مصدقة، لساني اتربط، بس كنت بسمع وهو بيقول إن بقاله سنة متعرف على البنت دي ومتجوزها جواز مؤقت ومأجر لها بيت ومصارف عليها. فقت على نفسي وأنا بعيط جنب جواد، جسمي كله كان بيوجعني. قال لي قومي اغسلي وشك ووصلك، الدنيا داخلة على ليل. بصيت في الساعة كانت 5:30. قمت غسلت وشي واستعديت، وجواد وصلني نفس المكان اللي ركبني منه. دخلت البيت وأنا حاسة إني راجعة من جنازة أعز حد عندي. أحمد كان مات واتدفن، وأنا رجعت تعبانة ومكسورة. بنتي لما شافتني جريت عليا وحضنت رجليا وانشغلت بيها. قلت لأمي وبنتي إن أحمد ما ينفعش يعرف إني خرجت، وقلت لهم إني رحت شفت واحدة صاحبتي قديمة. بالليل لما أحمد جه ما قلتش حاجة. آخر الليل روحنا بيتنا. بنتي نامت في العربية، أحمد شالها وحطها في سريرها، وبعدين أشار لي إني استعد لأنه جاي، وأنا مسكت موبايله ومستنية مندم يجي. ولما جه سلمت إيده وقلت له افتح. قال خليها على جنب وتعالى عندي. بغضب قلت له افتح. جار الموبايل من إيدي وقال ايه اللي حصل لك؟ قلت له مش هتعمل حاجة صح؟ افتح. قال مش هعمل. قلت له أحمد أنا عارفة كل حاجة وعايزة أمشي في طريقك. قال ليه طريق؟ قلت له نفس الطريق اللي ماشي فيها. وأنا بكلمته ضربني بكف جامد على وشي. أحمد ضربني لأول مرة في حياتنا الزوجية، وكل حاجة قلت له إني عارفة أنت بتعمل إيه وهاخد حقي وهفضحك هو والبنت. حاولت أقوم وأروح للباب، شدني وضربني على الحيطة جامد. نفسي اتقفلت، حسيت قلبي وقف. أحمد ما كانش عارف يقول إيه، وكان بيرمي أي حاجة قريبة منه على الأرض والحيطان. شال مراية التواليت وبقعها على الأرض قدامي.
وكان بيصرخ، وأنا كنت بصوت أعلى، بزعق وأسحب الستاير واحدة واحدة ورا التانية. بنتي دخلت أوضة وهي مرعوبة وابتدت تعيط. شفتها وفهمت قد إيه إني مسكينة، وعلشانها لازم أتحمل كل ده. قعدت على الأرض وحضنت بنتي وعيطت. أحمد لبس وشال سويتشر وموبايله وطلع برا. لأول مرة في حياتنا الزوجية الليلة دي أحمد مرجعش البيت، وبنتي وأنا نمنا لوحدنا. تاني يوم حوالي الظهر أحمد رجع، وبنتي وأنا في المطبخ كنت بأديها الفطار. راح أوضة من غير سلام وصرخ: ليه ما لميتيش الحاجات دي؟ قد إيه الإنسان ممكن يبقى وقح؟ ما رديتش. قال: ساكتة؟ ما رديتش حاجة. صرخ: اتصل ييجوا ينظفوا. المرة دي أنا كمان صرخت: اللي عمله يتنظف هو. بعد ساعة جت واحدة بتنظف البيت كل أسبوع ونظفت كل حاجة وراحت. أنا ما خرجتش من أوضة بنتي، بس كنت سامعة صوت أحمد بيأمرها إيه تعمل وإيه ما تعملش. من اليوم ده بقى كلامي مع أحمد على الضرورة بس. كنت بحترق وأعيش، حتى كبريائي ما خلانيش أطلب منه يحدد وضع البنت أو أعرف مين هي. بس حسب كلام جواد أحمد فسخ عقدها والبنت راحت. مع ذلك مش قادرة كنت أنسى الألم والحزن اللي أحمد سببهولي. أحمد كان بيحاول يكسب قلبي تاني، بس ما كنتش قادرة أقبل حبه. كل ما أبعد عن أحمد أقرب لجواد. الخناقات والضرب بقت جزء من حياتنا. حطيت رمز على موبايلي وده جنن أحمد. فمرة تانية في سفرية، مرة تاني حصل جدال على الموبايل اللي عليه رمز. صوتنا ارتفع، زهرة وجواد جوي يصلحوا. أحمد محبش يعرفوا سبب الخناقة. أنا قلت له: ليه حطيت رمز على موبايلك؟ ده زود عصبيته، هجمني وسحب شعري من ورا. جواد شال شعري من أحمد وفصله عني. جواد اداني موبايل كهدية ووسمني بعينه وقال: اتفقنا على الموبايل ده. بعد كده شلت رمز الموبايل وعصبية أحمد قلت، وحياتنا بدأت ترجع لنصابها. علشان بنتي ما كنتش عايزة أسيب أحمد، عارفة إنه ما هيخليش أشوفها. بس التواصل الخفي بيني وبين جواد استمر. يوم بعد يوم بقينا معتمدين على بعض أكتر. حياتي رجعت حلوة وحلمية. أنا وجواد حبينا بعض. جواد وزهرة كان عندهم مشاكل. هو قال: عايز أسيبها وإنتي كمان نسيبي ونروح نعيش برا مع بعض. بس ما كنتش قادرة أسيب بنتي. 2 عدوا كده. أنا اتصلحت مع حياتي، ما كنتش مهمة أعمال أحمد، كنت مبسوطة بوجود جواد. بس جواد زهق من حياته وكان عايز يحدد وضعنا، بس ما كنتش قادرة أسيب كل حاجة وأمشي معاه بعيد. عصبيته زادت، كان عايز نلتقي كل يوم وده ما كانش ممكن بالنسبة لي. طلبت منه أكثر من مرة نوقف علاقتنا ونكمل حياتنا، بس هو رافض. صار يعتمد عليا بشدة وعايز نكون مع بعض بأي ثمن. كنت خايفة من تصرفاته. مرات في مناسبات كان بيتابعني سرا بعيد عن الناس، وكنت خايفة حد يشوفني وأتعرض للفضيحة. كان كأنه أعمى وصم وما بيخافش من حاجة. يوم واحد حد مجهول كلم أحمد وقال له: أنت فين؟ ابن عمك العزيز كان مع مراتك وأنا قاعد في البيت. كنت بظفر شعر بنتي لما شفت أحمد داخل البيت ووشه محمر ومعصب. من غير ولا كلمة راح على موبايلي وقلب فيه حتة حتة، ما لقاش حاجة. سألته: في إيه؟ بتدور على إيه؟ قولي أوريك. قال: ولا حاجة، بس في الآخر همسكي. قام ومشي. كلمت جواد بسرعة وحكيت له اللي حصل وقلت له يخلي باله قوي. ضحك وقال: أنا عايزك تعرفي إني عايز الدنيا كلها تعرف، عايزك تبقي ليا. قلت له: جواد، دلوقتي مش وقت الكلام ده، أنا مش كويسة، لو سمحت بلاش هزار وامسح أي حاجة عندك على الموبايل. بالليل وأنا داخلة أنام حاولت أقرب من أحمد وأفتح معاه كلام. قلت له: أحمد، إيه اللي حصل؟ أنت عايز تفهم إيه؟ يعني أنت شاكك فيجا؟ عيب عليك. لما دلعته شوية فك وحكى اللي حصل. قلت له: اتكسف على دمك، إزاي تصدق إني أنا وجواد؟ قال: ما صدقتش، بس أمال مين وليه قال كده؟ قلت له: أكيد واحد عايز يوقع بيننا وعدو ليكو، شيل الأفكار دي من دماغك. شكله هدي وفتح دراعاته وحضني. الليلة دي كانت من أصعب ليالي عمري. لما رجعت لجوا قلبي لقيت إني لسه بحب أحمد، وتمنيت يا ريتني ما دخلتش في علاقة مع جواد وبدأت حياتي من جديد مع أحمد. أول ما أحمد نام خرجت من الأوضة، لفيت في البيت، حضنت الحيطان وعيطت. نزلت الجنينة وقعدت في عربية أحمد وعيطت كتير. أفكار وحشة كانت بتيجي في بالي، بس وش بنتي البريء كان يطلع قدامي واتراجع. يا رب، أنا عملت إيه في حياتي؟ إيه اللي وصلني لكده؟ فتحت عيني لقيت نفسي في المستشفى، محلول في إيدي وجع شديد في مناخيري، وبعدها عرفت إنهم غسلوا معدتي
أمي وأختي كانوا فوق راسي. قلت لأختي بسرعة روحي بيتنا وهاتي موبايل من درج العربية، خليه معاكي ومحدش يشوفه. الموبايل كان مع جواد، وهو اتصل كتير لحد ما ردت أختي، وهو افتكرني أنا وابتدى يكلمها ويطمن. قالت له أنا مش سارة، سارة في المستشفى. جواد كان المستشفى، والحظ حلو إن أحمد ما كانش موجود. لما دخل الأوضة أمي كانت عندي، قامت وسلمت عليه وسألت على زهرة وابنه، وهو رد وهو متلخبط. بإشارة فحمته يمشي ومشي. بعد ساعة أو ساعتين أحمد جه بورق الخروج وخرجنا. أحمد خدني على طول ووداني بيت أمي، وده كان أسوأ حاجة عملها في حقي. قلبي كان مولع على بنتي وما كنتش عارفة هيجيبها ولا لأ. استنيت لحد المغرب وما جاش. كلمته قلت له ليه سبتني هنا؟ هتيجي تاخدني؟ أنا وحشاني بنتي. قال لحد ما تقولي سبب إنك خدي الحبوب مش حاجي. قلت له أحمد أنا بقالي سنين مكتئبة وباخد مهدئات. اللي حصل مني امبارح كان فوق طاقتي. اللي عملته فيا والاتهام اللي اتهمتني بيه كسرني، ما كنتش في وعي. سامحني وتعال خدني، وحشتوني. قال اديني فرصة أفكر. قلت له طب على الأقل هات بنتي. قال ماشي. الليل ده أحمد جه وجاب بنتي، وبالليل مشي. أختي باتت معايا في الأوضة. لما بنتي نامت قالت لي سارة انتي على علاقة بجواد صح؟ ما قدرتش أنكر، الموبايل فضح كل حاجة. قلت لها بالله عليكي ما تلومينيش، أنا تعبانة قوي، بعدين أشرح لك. أختي عيطت وقالت انتي عملتي ايه في حياتك؟ عملتي ايه في سمعة أهلنا وسمعة أهل جوزك؟ انتي عارفة لو الموضوع اتفضح هيحصل ايه؟ انتي دمرتي ناس كتير. قلت لها أنا عارفة كل ده، بلاش تكرار. دخلت راسها تحت الغطا وعيطت بصوت مكتوم. شلت الغطا وحضنتها وعيطنا من قلبنا. بعد ما هدينا وعدتها إني هقطع كل حاجة وأصلح حياتي مع أحمد. الليلة دي دعيت ربنا يسترني ويساعدني أرجع لحياتي. عد الأيام كان كل همي. بعد 23 يوم أحمد جه خدني أنا وبنتي ورجعنا البيت. البيت كان وحشني قوي. طول 23 يوم ما كنتش أعرف حاجة عن جواد. شلت الشريحة وكسرتها واديت الموبايل لأختي. الأيام عدت وأنا عايشة مع أحمد بكل طاقتي. أوقات كنت أشتاق أشوف جواد بس كنت أكتم الإحساس. قررت أعمل تنظيف شامل للبيت. كنت بعمل كل حاجة بنفسي. أحمد كان دايما يقول ليه ما بتاخديش حد يساعدك؟ قلت له مش بحب. فعلا ما كانوا بيشتغلوا كويس، بس أنا كنت بس عايزة أشغل دماغي. كنت حاطة رقم جواد في الليستة السوداء. يوم كنت في الجنينة بظبطها وجامع الشجر والأغصان، أحمد كان مستعد يخرج، ولما خرج بعد كام دقيقة حد دق على الباب. فتحت الباب وشفت جواد مصدوم، ولما حاولت أتكلم حط إيده على فمي وقال سكتي، وقفل الباب وراه ورافقني وهو ماشي. بنتي كانت نايمة في أوضتها، كنت خايفة تصحى. قلت له جواد انت ازاي جرأت تيجي هنا؟ قال وحشتيني، استنيت كل الوقت ده لحد ما كل حاجة تهدى. كل مرة بشوفه كأني مسحورة وما أقدرش أعارضه. كنت بحبه. للأسف اليوم ده كسرت وعدي لنفسي والأختي ولله، ورجعت مع جواد وفي بيت أحمد. عارفة دلوقتي إني مش قادرة أسيبه، وكده رجعت علاقتنا، الموبايل المخفي، الحب والدلع. بعد شوية الخبر وصل العيلة عن مشاكل جواد وزهرة. زهرة بدأت تشك فيه، وكانوا طول النهار بيختصموا. زهرة زعلت وراحت بيت أبوها، قعدت هناك شهر، وجواد ما حاولش يرجعها. كذا مرة طلبت منه يرجعها ويصلح حياتهم، بس جواد ما كانش عايزها، وقال لما أتأكد أنتي هتسيبي أحمد أنا كمان هسيب زهرة. كنت محاصرة ومتوترة، نقص وزني واضح، وكل لحظة عشتها بالضغط. أحمد قرر يبقى أب، ولما حكيت لجواد عصب وقال كلام وحش، وهددني لو حملت إنه هيعمل حاجة ليا وللطفل، وقال مش مفروض تكملي في حياتك دي. ما كنتش عارفة الصح من الغلط. جواد وأحمد من شهور سابوا شراكتهم وما بقاش بينهم تواصل عائلي. أحمد صار هادي أكتر وكنت لسه بحبه. لو جواد ما ضغطش عليا كنت حافظت حياتي. في الآخر جواد طلب الطلاق. زهرة ما كانتش راضية، رجعت بيتها، وجواد ما رجعش. لما حكم الطلاق اتعمل حياتي مع أحمد دخلت سنتها الثامنة، وبنتي كانت رايحة المدرسة، والناس بدأت تسأل ليه ما عندناش أطفال. أحمد كان عايز، وجواد ضغط عليا للطلاق وكان حابب يهاجر وياخدني معاه، وده خلاني أخاف أكتر من الطلاق. ما كنتش قادرة أسيبه، ما كنتش عايزة أسيب بنتي. هو ساب ابنه بسهولة، بس أنا وما قدرتش. كنت دايما أفكر وارجع عن قراراتي، وكنت في حالة نفسية صعبة. قررت أروح استشارة، وهناك المحللة حولتني لطبيب نفسي.
أحمد معرفش عن دكتورتي، عادة بروح هناك لما بنتي تكون في المدرسة وأحمد في الشغل. الدكتور وصف لي أدوية وبسببها كنت أغلب اليوم نايمة، ووزني بدأ يزيد ومظهري صار أحسن وأجمل. بعد وقت طويل حسيت نفسي حلوة قدام المراية. جات عرس واحد من أولاد عم أحمد. أحمد ما عندوش عمة، عنده 2 عمه، واحد أبو جواد والتاني صاحب العرس. قررت أهتم بنفسي وأستعد للعرس. بعد تغييرات كتير أحمد لما شافني فرح وما بقاش عارف نفسه، وقال لي سارة خليكي دايما كده. قصده كان حالته النفسية. اليوم ده بعد مدة طويلة قضينا ليلة رومانسية مع بعض. وصل يوم العرس، لبست الفستان اللي شاريه من قبل. مدة ما شفت الجواد غير بالتليفون بعد الطلاق، وكنت فرحانة إني هشوفه، بس أحمد ما عملش أي مشكلة على لبسي، كان عايزني بس سعيدة. دخلنا القاعة، كل الناس متزينة وشيك. مريم أخت أحمد جت جنبي وقالت لي واو يا عروسة، إيه الجمال ده، لازم نعملك سباند. ما أخدتش كونها سخرية وشكرتها. لما قالت جواد ما بيبعدش عنك، فهمت أخيرا إنها كانت بتسخر. ما كنتش أتوقع حد يشك فينا، بس واضح إني كنت نايمة وكلهم شاكين. قلت لها مريم انتي كويسة؟ جواد بيبص لي خلاص يبص. قالت لأ، نظره مختلف. سارة ما تتعامليش إنك مش فاهمة، كله بقى شاكك في علاقتكم انتوا الاتنين. جواد ليه ساب الشركة؟ ليه ساب كل حاجة؟ ليه اتطلق من مراته؟ ما تقوليش مش عارفة، انتي عاملة نفسك مش فاهمة، بس الباقي مش عبط. حتى أحمد عارف إن جواد معجب بيكي، بس للأسف أخويا أعمى وأطرش، لا بيشوف ولا بيسمع كلام. قلت لها مريم انتي غلطانة، أنا معرفش إيه اللي في قلب جواد، بس أنا بحب حياتي وأحمد وانتي شايفة إننا مكملين. قالت يا رب يكون كده فعلا، بس لو سمحتي الليلة دي بالذات خليكي على جنب وما تبقيش في الوش وما تزوديهاش أكتر. مريم مشيت، وأنا ساعتها بس فهمت إن الموضوع أخطر ما كنت متخيلة، وأنا كنت عايشة في غفلة. زعلت منها عشان كلامها، وقلت في نفسي أحمد راضي الباقي يولع. مريم كانت عايزة تعمل دور أخت الجوز وتسمم عليا الليلة، بس لأ، قررت مهتمش وأفرح. رقصت مع أحمد وما فكرتش في جواد، كنت عايزة أسكت كل الألسنة. أحمد كان واضح إنه بيحبني بجد، يا ريت ما كانش خان ولا جراني للوحل معاه. الليلة دي اتبسطت على الآخر، وأحمد كان بيلف حواليا زي الفراشة. رجعنا نص الليل تعبانين ووقعنا نوم. في الحقيقة نمنا لحد الظهر. بعد الظهر أكلنا، وبعدها بساعات أحمد وبنتي استعدوا يخرجوا. بنتي عندها درس موسيقى وأحمد رايح المكتب. لما مشيوا طلعت الموبايل وكلمت جواد، كنا مشتاقين نشوف بعض قوي. كنت عارفة إنهم مش راجعين غير بالليل، واتفقنا ورحت بيته. واحنا في البيت فجأة جرس الباب رن. أنا وجواد اتفزعنا، قال أكيد غلط، بس الجرس رن تاني. راح يفتح وأنا في الأوضة، وفجأة سمعجي صوت أبوه. ما كانش فيه أي إنكار. جواد ما كانش لابس كويس وأنا في أوضة النوم. هو حاول يشغله بالكلام وأنا لبست بسرعة. أبونا داني وقال تعالي يا مرات أخوه. طلعت. أول ما شافني إدى جواد ألم جامد، وبعدين جي ناحيتي، وجواد وقف بيني وبينه وقال بابا اطلع برا. أبوه قال يا جواد كم مرة أقولك ارجع عن السكة دي، وجواد فضل يقوله بابا اطلع. أبوه تعبان ومشي، وأنا وقعت على الأرض من التعب. جواد كان بيشد في شعره. قلت له باباك كان عارف بعلاقتنا؟ قال بس كان فاكرها إعجابه بس، ما كانش عارف الباقي. كنت تعبانة قوي، وهو كان بيهديني ويطبطب عليا، وقال سارة لو سمحتي سيبي أنانيتك وفكري في الطلاق من النهاردة. اعملي مشاكل، اتخانقي مع أحمد، قرفيه، خلي الحياة نار، بأي طريقة طلقي. ما كانش قدامي حل، يا إما أسيب جواد يا إما أسيب أحمد. ما كانش عندي جرأة أطلب الطلاق فجأة، كنت عارفة إن كل شكوكه هتبقى يقين، لازم هو اللي يسيبني. رجعت البيت ودخلت المطبخ وأنا مدمرة، وابتديت أطبخ. أحمد اتصل وقال أجيب حاجة من بره؟ قلت له لأ. بعد ساعة هو وبنتي رجعوا. أول ما شفت بنتي رجلي ضعفت، ما قدرتش أسيبها وامشي آخر الدنيا. الليلة دي ما نمتش، فكرت وخدت قراري، لازم أقول لجواد ما يستنانيش. بعد كام يوم اتقابلنا، المطر كان شديد، كنت في بيت أمي، سبت بنتي هناك ورحت. ركبت عربية جواد، كان بيضحك على جري تحت المطر. بصيت في عينه، كانت مليانة حب. قال بتبصي كده ليه؟ وحضن راسي وقال نتمشى تحت المطر؟ قلت لأ. ضحك وقال إن أوراق السفر خلصت ومستنيين نطير سوا. قال هتطيري معايا يا عروسة؟ الدموع نزلت من عيني، ولما شافني بيعيط هو كمان عيط. نزلت من العربية وقلت
ودعني يا جواد، أنا ما أقدرش أجي معاك، روح أنت، أنا ما أقدرش أسيب بنتي، أسفة. عدى 3 سنين من اليوم ده. جواد بعد 3 شهور سافر كندا ومشي للأبد. وقت طويل عدى لحد ما تأقلمت على غيابه. بعيد عن عين أحمد كنت بعيط على ذكرياته. كل أيام خريف السنة اللي بعدها كنت بروح مكان آخر مرة شفته فيها وأعيط. أم جواد جالها سرطان، وكل أيام مرضها كانت مستنية ابنها الوحيد يجي يودعها. عينها فضلت على الباب وجواد مجاش. كنت فاكرة هيجي يودعها بس مجاش. الأيام دي كنت حاسة بتغييرات في جسمي، كأني في حياة بتتكون جوايا. أيوة، أنا كنت حامل، وكنت حولت الطفل التاني لأحمد، وأنا كان لازم أنسى جواد للأبد. شكرا لإنكم فضلتوا معايا لآخر الفيديو. ادعموني باللايك والتعليقات بتاعتكم. بحبكم جدا. للقصة الجاية، مع السلامة.